على بركة الله نفتح الجلسة ملف رقم 28 فبراير 2014. الماثل في قفص الاتهام هذا اليوم هو المسمى والمدعو رحال مكاوي بصفته الكاتب العام السابق لوزارة الصحة وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال. رحال مكاوي، شكرا على الاستجابة للدعوة أو الاستدعاء بلغة قفص الاتهام. مزيان الامور ما شدك لا خلعه لا حتى حاجه. هي دابا على الاقل بعدا كنتو غتكونوا جوج ولا غير واحد اذا مزيان. هذه مناسبه باش نقولوا بانه للاسف غادرنا السي مختار الغزيوي لتسلم مهام جديده في جريده الاحداث المغربيه. كنقولوا له الله يوفقك ان شاء الله والله يخرج سربيسو على خير. رحال مكاوي 3 دلاءات الناس اللي كيجيو عندنا في قفص الاتهام. اولا لا لرفض الجواب، ثانيا لا لطلب الشهود ولا الدفاع، وثالثا لا للغة الخشب. متفقين ولا كاين شي اعتراض؟ متفقين. قشبتك واسعة، الام ال اكس ال اكس اكس ال اش عندك في القشابة؟ اكس ال. ايوا الحمد لله كيبان لي الامور غتمشي اكس ال بزاف الثانيه هذيك خصنا نعطيوها للشقر ولا شي حاجه. ايوا صافي كلها هذاك الشيء علاش قادر. اقسم ونقول الحق ولا شيء غير الحق. السي اقسم ونقول الحق ولا شيء غير الحق. وعندك نفتحوا المحضر ونبداو بالتحقق من الهويه ديال الضانين. رحال مكاوي بن عبد الكبير بن رحال، وبن شكون؟ بن الكبيره بنت كبور. شحال في عمرك ازدي رحال؟ 42 سنه. 42 سنه، باقي شباب تبارك الله. فين زاديتي؟ زاديت في دوار ولاد طراف، اقليم قلعه السراغنه. الزيتون تبارك الله وداك الشيء. الحمد لله. شويه الجفاف والله يرحمنا وخلاص. فين ساكن؟ ساكن في الرباط. فين بالضبط؟ في حي الرياض. الفيلا عاد شريتيها ولا من كري؟ كريم البنكه يعني واخد كريدي. نعم. حيت سمعنا انك درتي شي فيلا مؤخرا. درتها فيلا في 2008 بعد ما بعت الدار ديالي في حي الرياض وشريتها بالكريدي ورعطيت المعلومات للصحافه. هذه قالوا لي كنت شريتها بالكاش. ما كاين لا كاش لا والو، باقي الكريدي. بغيت الوراق نجيبهم لك، اللي بغى الوراق يجي يشوفهم. ما كاين حتى مشكل ياك؟ ما كاين حتى مشكل. مزيان. احنا نتيقوا انك قسمتي على كل حال. لا ما خصك تشوف بعينك. الحاله العائليه سي رحال متزوج، اب ل4 اطفال. الله يخليهم ليك. المهنه مهندس دوله. فياش ديالاش؟ الهندسه المدنيه، شعبه الهندسه المائيه. رحال مكاوي، هذه شهور والغوط نايض عليك وانت ضارب طم وساكت. كرشك فيها العجينه ولا ما باغيش تدخل في الجدال ولا قلتي نحني راسي تدوز الموجه؟ لا هذه هضره ديالك. انا سولت. هذه سنتين ما تكلمتش في بعض المواضيع اللي يمكن اليوم هي علاش بغيتي تسولني. اكيد. وخاصه فيما يتعلق بالتسيير والتدبير اللي حصل في وزاره الصحه من 2008 و2012. بدا كلام في بدايه 2008. الوزير المكلف بالقطاع قال بانه دار تفتيشيه. من بعد ما شفناش هذه التقارير رسلها قال المجلس الاعلى للحسابات. من بعد المجلس الاعلى للحسابات عاد صدر التقرير ديالو، هذه 2 ولا 3 ايام. الان ممكن انني نتكلم بعد ما شفت اول وثيقه مكتوبه فيها اشياء خارجه من عند يعني انت ما كنتيش ترد على الكلام، خصك ترد على الوثائق. رديت بعض المرات، احيانا كانت بعض التصريحات ورديت على بعض الكلام، ولكن ماشي بالطريقه اللي كنعمل دابا، لان اليوم عندي كاينه وثيقه رسميه صادره فيها معلومات وفيها رد ديال الوزاره، وبالتالي اليوم كنتكلم وانا عارف شنو هي الاشياء اللي كاين اللي غيقول علاش الكاتب العام غيتكلم والوزيره ما تكلمش. هو دابا نفس السؤال اللي طرحت لي دابا، علاش عامين ما تكلمتش؟ بعد جيت تكلمت، علاش الكاتب العام تكلم والوزيره ما تكلمش؟ الكاتب العام تكلم لان حتى هو معني، لانه كان مسؤول في وزاره الصحه وانا قيادي في حزب الاستقلال، وما يمكنش كقيادي في حزب الاستقلال انني ما نجاوبش على عدد من الاسئله اللي كتهمني انا بعدا شخصيا وكتهم الحزب. اسئله اتهامات؟ لا ماشي اتهامات ما كيدمنا القاضي هو اللي كيعمل اتهامات. هذه غير اسئله وتشويش وكلام كان منذ سنتين في الاعلام ومن طرف بعض الاشخاص ومن طرف
يعني هيئات ولا شي حاجه، هذا كله بقى كلام ماشي حنا غنبداو من الاول سيدي رحال، الا جيت على خاطرك نمشيو دقه دقه. لا غير ما قلتلكش لان سولتيني قبيله على فين خلقيت، ولكن ما قلتلكش بانني الابتدائي والثانوي والاعدادي ديالي دوزت في مدينه الفقيه بن صالح. بن صالح بدايه الرباط، يعني عشت بزاف في مدينه الفقيه بن صالح، وتحيه للسكان الفقيه بن صالح والسكان ولاد الطراف. ولاد الطراف هذه تحيه من عند السي رحال المكاوي. نبداو من الاول سيدي رحال. تفضل. علاش ما بقيتيش كاتب عام ديال وزاره الصحه؟ انا ما جيتش لوزاره الصحه باش نبقى خالد في وزاره الصحه ككاتب عام اولا، وثانيا هذا قرار كيرجع للوزير هو اللي كياخذ هذا القرار. اذا ما نسولو هو زعما، سولو هو فاش سولوه هذه واحد المده الوقت فاش تم شو نسميوها الاعفاء، ولا تم قالوا لك بسلامه، ولا ما عرفتش الطريقه اللي كتسمى اداريا، قال لهم تغيير كاتب العام. لا تغيير كاتب العام. قال لهم السي فلان كيتعامل كانه وزير، كيجتمع بالمدراء بلا ما يتشاور معايا، وكيدخل في الفلسفه ديال الوزاره. شي صحيح؟ هذه انا كنظن هذه خدمه الكاتب العام. الى الكاتب العام ما كيجتمعش مع المدراء باش يطبق التعليمات ديال الوزير والسياسه ديال الوزاره، ما عرفتش اش كيدير الكاتب العام. سولوا الكتاب العامون واش كيجتمعوا مع الوزراء. ما كنظنش انني محتاج الاذن ديال الوزير باش نجتمع مع المدراء. هو يقراو الناس شنو خص يدير الكاتب العام، ويعرفوا بان الخدمه ديالي هي هذه التنسيق ديال المصالح الاداريه كلها ديال اخبار الوزير. ماشي لاش باخبار الوزير، انني كننفذ سياسه الوزير. الوزير عطى تعليمات كترجع وكتسول المديرين وكتجتمع معهم وكتشتغل معهم. شنو ندير يعني اجتماع مع المديرين بلا تعليمات ديال الوزير، ماشي بغيتي دير شي حاجه اللي على كاين شي كاتب عام كيعمل بلا ما يطبق السياسه ديال الوزير. هذا الشيء هذا هو المهام. انا عارف شنو هي المهام ديال الكاتب العام. مهام الكاتب العام هي تطبيق التعليمات والسياسه الوزير اللي كتكون قانونيه. ايوا مالو ما عجبو الحال، هو سولوه عاوتاني. لا راه هادشي ما غندوزوش بحال هكا كاسدي رحال. ما يمكنش بهاد البراءه غا حيت اجتمعتي مع الناس ما عجبوش الحال، واخا داكشي في اطار القانون كيف قلتي، وغادي يقول لك باي باي يا رحال باي باي. وانت واش كتظن هذا تعليل يعني معقول؟ وزير يقول ما يمكنش يعني ولا الكاتب العام كيدير اجتماع مع المدراء ولينا جوج الرئيس في الوزاره وخاص ينقص راس، هذا تيبان لك تعليل انت معقول؟ ايوا قول لي علاش في نظرك. واش شكون اللي غيخصو يعطي التعليل؟ اللي خدا القرار ولا الاخر؟ هو في الحقيقه اللي خدا القرار عطى التعليل. هو قال لك هذا التعليل هذا التعليل اللي عطانا جاوبتك عليه. انت قلتي ما يمكنش تعليل خاطئ. قول لنا الروايه الحقيقيه السي رحال. انا ما يمكنش نعرف الروايه الحقيقيه. هذا السيد وزير جا وصل، دوزنا اسبوع ولا اسبوعين فقط في التعامل، قال هذا الكلام هذا وخدا واحد المجموعه ديال القرارات، يعني مشى فيها هكذا الى نهايه 2012. مزيان. انا نقدر نقول لك واحد التعليل اخر، ان السي الوردي دخل الوزاره ولقى شريحه ماشي هي هذيك، دير شي صفقات ما صفقات، شويه ديال الخروقات، شويه ديال الفساد، شي بركات ديال عدم احترام القانون. قال اودي هذا السيد ما يليقش ليا، خصو يمشي بحاله. سبحان الله. الواحد عاد دخل السيمانه الاولى شم الريحه. الريحه كتبان من النهار الاول ولا من قبل كاع؟ لا الريحه كيشم شي واحد عاد يلاه جا وصل وشم شي ريحه. هذا الشيء يعني في ان هذا سؤال. بمعنى انه هذا الشيء ماشي جديد نهار دخل الوزاره السي الوردي. انا غنمشي معاك غير بالتحليل ديالك. لا نمشي معاك بالتحليل ديالك. يعني كاين فكر مسبق او لا كاين قرار مسبق كان ماخوذ ولا جاي باغي فيك الخدمه، الله اعلم. يعني ما بغيتش انا دابا نبقى نمشي معاك في التحليل ديال واحد الوضعيه اللي المسؤول عليها هو الوزير. كاين شي وزير كيجي كيقرر مع راسو بانه فاش غيوصل غيبدل الكاتب العام وغيبدل المدير الفلاني والرئيس الفلاني، وهذا لاهداف هو تيعرفها غير وحده. كاين اللي كياخذ هذه القرارات بعد واحد المده ولا كيتعرف على الناس وكيشتغل معاهم وكيشوف واش كيشتغلوا مزيان، واش عندهم كفاءه، واش ما عندهمش، واش هذا الشيء اللي قلت انت ما لا يقين، واش لا يقين ولا ما لا يقين. وكدوز على الاقل واحد 6 اشهر ومن بعد كيقول له ودي السلام عليكم. ما لا يقش ليه من النهار الاول. يمكن هو جاي عارفني ما يليقليش وما يليقلياش من النهار الاول. والغريب اللي كيدخل الشك في هذا الموضوع السي رحال هو انه بسببك كانت حرب شرسه ما بين حزب الاستقلال وقيادته الجديده والحكومه في شخصي الوردي، وليتي رمز ديال الحرب. هادشي في شكل والله الا في شكل. لا والله ما عادي وما غتقنعنيش هادشي. راك حلفتي بالله سبحانه وتعالى باش تقول الحق. لا انا نفهموا اشنو اللي يخلي شابط داخل في معارك
مع الحسين الوردي. واحد الوقت كاع قال لهم ذاك الوردي ما خصوش يبقى في الحكومه حتى لهذه الدرجه، على لاجل سواد عيونك سرح. القضيه فيها ان لا ماشي فيها ان الشباط امين العام او الاعضاء ديال الحزب الاستقلال عارفين اكثر من يمكن الوردي بنفسه شكون هو انا وشنو هو العمل ديالي وشنو هو الظلم اللي تعرضت ليه من خلال يعني واحد الحمله شرسه ضدي في البدايه، يعني وصول الوزير الوردي الى الوزاره. حمله شرسه يعني قالوا لك انت من الناس اللي كيديروا شويه الفساد، هذه الحمله الشرسه. قالوا هي يعني هذه القضيه ديال الفساد وديال هذا يعني فيها كلام كثير، ما كنظنش ان الحلقه اليوم غادي تكفانا، ولكن جرت العاده في هذه الشهور الاخرى ولا هذه السنتين الاخرين باش انه كل مسؤول في اداره معينه ينعت بالفساد. هذا شيء شارع عندنا. علاش زعما من دون الناس غايبان لهم الخدمه غا في رحال المكاوي في وزاره الصحه؟ علاش ما وقعش في وزارات اخرى مع كتاب عامين اخرين مع وزراء اخرين؟ علاش بالضبط سي رحال المكاوي؟ زعما كيقولوا هذا خانه بلا لا نار. اولا انا تنعمل السياسه في حزب الاستقلال اولا، وثانيا خلال 4 سنوات اللي كنا في وزاره الصحه حركنا واحد المجموعه الملفات واشتغلنا على مجموعه الامور اللي ما كانتش يمكن غادي تعمل بلا ما تخلق واحد ردود فعل ولا دا عند بعض الاشخاص ولا بعض الناس، وبالتالي ممكن ان العمل الجاد اللي قمنا به خلال 4 سنوات يمكن كان له دور في هذه الحمله هذه اللي كانت علينا. بحال زعما ايوا فاش كتجي يعني ماشي دابا الكلام اللي قلتي راه فهموها السي الوردي بوحدو. لا ما فهمش. حنا في الوزاره كان عندنا برنامج ياك يعني عندنا استراتيجيه 2008 2012 تكلمنا على الادويه، تكلمنا على المصحات، درنا هذا الشيء اللي كيقولوا ديال الادويه اللي كيتكلموا عليه، عملنا واحد المجهود جبار باش نقصوا في الثمن ديال الادويه في وزاره الصحه. واشير بان في نهايه 2011 كانت جات عندنا سميتها المفتشيه العامه ديال الماليه وعملت تقرير ديال 2010 و2008 و2009 على الطريقه باش كندبروا الادويه في وزاره الصحه. وخرج هذا التقرير، خرج هذا التقرير فيه ارقام مهمه مع الاسف ما كيتكلموش عليها وما عمر شي حد تكلم عليها طيله هاد السنتين. كتقول باننا وفرنا على الدوله 60 مليار ديال السنتيم في 4 سنوات. نقصنا الاثمنه ديال المستلزمات الطبيه ب 40% تقريبا بالنص، ونقصنا الاثمنه في الادويه اللي كنشريو الوزاره ب 17%، وفيها اللي كتوصل حتى ل 50 60 70% اللي نقصناها. وفرنا على الدوله في عامين 30 مليار، يعني في 4 سنين 60 مليار ديال السنتيم. هذه ما كيتكلموش عليها الناس هذا. وقالوا بان كان حسن التدبير ديال شراء الادويه، مع العلم اننا كنشريو 1 مليار و500 مليون ديال الدرهم ديال الادويه. فين هو حسن التدبير اولا التدبير؟ نحيدوا ديك النقطه باش ما نغلطوش. نتوما دايرين صفقه هذه عامين وكل شيء هو كيدوي عليها، صفقه ماشي هي هذيك. فين هو حسن الصفقه؟ هو هذا السؤال اللي طرحتي لي ما فهمتوش كيفاش حسن التدبير وانتم دايرين صفقه. حنا ما درناش على الصفقه، درنا صفقات. صفقه اللي كنديروا 140 صفقه الغوت حتى هي، وحنا نرجعوا لها. حنا كنديروا 140 صفقه في السنه في الادويه. كيفاش 4 سنوات حنا كنديروا 140 صفقه؟ سبحان الله، غير واحد الصفقه هي اللي بانت وخرجت بانها فيها مشكل. هذه الصفقه ما فيها حتى مشكل، صفقه عاديه وطبيعيه مثل باقي الصفقات. باش غنفهموا عباد الله شنو هي هذه الصفقه. شنو هي؟ كنقول نسمعوا صفقه اللقاحات ديال هاد اللقاحات. هادو يا سيدي الفاضل، نعم سيدي، هادو واحد 2 ديال الفيروسات كاينين. ماشي الخنازير بعدا؟ لا ماشي الخنازير، فيروسات اخرين كيتسموا ديال البنوموكوك ودروطا فيروس اللي كيضربوا الوليدات الصغار اللي قبل من 5 سنين ديال التنفس وديال لا دياري وهذا. هاد 2 ديال الفيروسات مسؤولين على نسبه وفيات ديال اكثر من 50 ل 60% ديال الاطفال في العالم. في المغرب هاد اللقاحات ماشي دخلناهم حنا للمغرب، كانوا في المغرب من 2005 2006 هما كاينين في المغرب. فين كانوا؟ كانوا في الصيدليات. يعني بالفلوس اللي بغى يدير الفاكسان كيخلص. الا بغيتي دير هذا اللقاح خصك تشريه بالفلوس من الصيدليه. قلت نتوما غنديروا خير في وليدات المغاربه نجيبوا لهم فابور. لا اسمح لي، قال لا فابور خصنا نعرفوا شحال كيكلفوا هاد اللقاحات. هاد اللقاحات بجوج زائد الطبيب اللي غتمشي عنده، لانك في القطاع الخاص كيكلفوا المغاربه 5000 درهم 100000 ريال. شكون في نظرك انت غيدير هاد اللقاح لولدو؟
اللي عنده اللي مسك عليه الله يرحم الوالدين. 60,000 مغربي هي اللي كانت كدير هذه اللقاحات. شحال كيتزادوا عندنا المغاربه في العام؟ قول لي. 700,000. قل من 10% د المغاربه ما كيديروش هذه اللقاحات. مزيان. اذا هذه اللقاحات كانوا اللي عملت وزاره الصحه هي انها دارت التعميم ديالها على كل المغاربه، كلهم بداو يستافدوا. يعني شريتوا هذا الشيء؟ كاين فيه لا بلاتي، لان هذا الشيء لان كاين مغالطات خص المغاربه يعرفوها. هذا الشيء اللي غادي اللي حنا حنا عندنا اليوم في المغرب، لانه في هذا الكلام اللي كيتقال دابا وكيخرج تيغلطوا فيه المغاربه، تيقولوا حنا ما كناش محتاجين هذه اللقاحات في المغرب. شحال شريتوا هذا الشيء؟ بلاتي قبل ما نشري غادي نوصل لك شحال شرينا. اصبر انت باش بشحال شريتوا هذا تمشي بالضبط شحال شرينا ونسينا علاش شريناه بعدا اصلا علاش شريتوه. مرحبا. اذا هاد اللقاحات كما قلت لك، هاد الناس قالوا بانه ما كانش خصهم يدخلوا للمغرب حتى يكون عندنا نسبه الوفيات الاطفال 50 طفل في كل 1000 ولاده. يعني 50 في كل 1000 قبل من 5 سنوات. حنا في المغرب دابا عندنا 30 في الألف، 30 طفل في الألف اللي كتموت قبل من 5 سنين. هذه اللي ضربتها بالحساب كتلقى 20,000 طفل. تصور معايا ان 20,000 طفل مغربي كتموت في السنه بسبب نسبه كبيره بسبب هذه الفيروسات. مزيان. وسببها ولا بلا سببها هاد الناس كيقولوا حتى يكون عندنا 30,000 طفل كتموت في السنه عاد خصنا هاد اللقاحات يوليو عند المغاربه كاملين. ما عندهم مشكل هما ان هاد اللقاحات يكونوا تيديروهم غير الناس اللي عندهم فلوس، ولكن الفقراء ما نعطيهم لهم حتى يوليو تيموتوا 30,000 في السنه. هذا الشيء بالحساب. لا بلاتي باش ما تدوخنيش انا باش السير غنعاود نرجع لك. يلا شحال تقامت عليكم هاد الصفقه؟ مزيان دوك رجعتي دابا نمشي معاك باش ما تلفنيش دغيا انا هذه فيها جوج الصفقات. وحده ديال الروتا فيروس وحده ديال البنوموكوك. مزيان. هذه صفقه اطار ديال 3 سنوات. وحده تقريبا 70 مليون ديال الدرهم، وحده تقريبا 300 مليون ديال الدرهم. هاد 370 مليون ديال الدرهم مع ان المشتريات اللي عندنا ديال الادويه هي 1,500,000,000. يعني هاد الصفقات يلا شي تقريبا 20% ديال الميزانيه المخصصه للادويه. لان سمعت رقم تيتقال هاد الايامات باننا شرينا تتكلف يعني 80% ديال الميزانيه الميزانيه. حنا جايين اش كيتقال. واش احترمتوا المسطره في هاد الارقام اللي كنعطيك؟ واش انت بعدا فهمتيني باش المواطنين انا ماشي فهمت، انا كنحس بهم. الفلوس ما كيتفهموش، الفلوس كيتحس. 8 ملايين صافي الدماغ ديالي المغاربه اللي ما كانوش كيديروا اللقاح ولاو كيديروا اللقاح. الفقراء اللي ما كانوش كيديروا اللقاح ولاو كيتلقحوا فابور. مزيان. وبان المغاربه ولاو سواسيه في التلقيح. مزيان. واش احترمتوا المسطره اللي كدار في مثل هذه الصفقات؟ المسطره اللي كدار في هذه الصفقه ولا اي صفقه مسطره عاديه كدير طلب عروض. بعد هذه اللقاحات راه كيبيعوهم غير جوج الشركات، ما كيبيعوش 100,000 شركه. جوج الشركات. مزيان. كدير طلب عروض وكيجيو هاد الشركتين بجوج وكيقولوا لك بغينا نبيعوا لك اللقاحات. ها بشحال؟ بجوجهم هاد جوج الشركات جاو عملوا اقتراحات وخدينا الشركات اللي عطاتنا اقل ثمن. مزيان. وهذا الشيء تيدوز من المسطره، تتراقم من طرف وزاره الماليه وعندها ضوابط ديالها اللي يجب ان تحترم وتم احترامها من الفها الى يائها. وحنا درنا الصفقه في 2009 ودازت على 2010 و2011. سبحان الله حتى 2012 عاد ولات فيها مشاكل. لا هذا الشيء ديال 2012 انا غنمشي. انت قلتي تابعتوا المسطره. المجلس الاعلى للحسابات كيقول لم يتم اتباع المسطره الجاري بها العمل من اجل اقتناء اللقاحات. شكون دابا اللي غلط؟ واش انت ولا هما ولا انا؟ المجلس الاعلى للحسابات داك التقرير ديالو كيدير فيه بعض العناوين. جميع التقارير عاود تقراها كتلقى العنوان تيقول المسطره هذه خاصها شي حاجه، ولكن فاش كتجي للتفاصيل تما فين خاصك تجاوب. ياك شكون اللي يجاوب؟ خاص تجاوب الوزاره بعدا. لان هذا التقرير انا قلت لك التقرير ديال الاول ديال المفتشيه العامه ما شفتوش انا ككاتب عام. الناس اللي كتقول كاتب عام يجب ان كاتب العام بعدا فاش درتوا التقرير كان يشوفوا الكاتب العام. ثم التقرير فاش جا من المجلس الاعلى للحسابات كان خصنا نشوفوا ندير عليه الجواب. ما علينا، الوزاره عملت جواب. الجواب غير كافي، ما جاوباتش على الاسئله اللي طرحت. كمل لنا الجواب. هاي والمجلس الاعلى كيقول لك لم يتم اتباع المسطره الجاري بها العمل. شوف التفاصيل ديال هذا شنو كاتب في الداخل وانت تفهم، لانك كنشرح لك شنو قال.
كيقول المجلس الاعلى للحسابات، وهذا الشيء اللي تقال ليه لان النقودات كاتبين داك الشيء اللي تقال لهم، تقال لهم بان هذه اللقاحات ما كان خصنا ندخلوهم حتى خاص يكون عندنا 30,000 طفل اللي كيموت في المغرب في السنه، ماشي دابا عندنا غير 20,000 اللي كتموت في السنه تتولي 30,000 عاد خاص هذه اللقاحات يدخلوا المغرب. شي واحد كيغرق لكم الشقف من الوزاره ولا شنو؟ اللي عطى الجواب للمجلس الاعلى للحسابات هو اللي تتحمل هذه المسؤوليه. طبعا حيت المجلس الاعلى كيقول قرار وزاره الصحه ادخال لقاحين جديدين على مستوى مؤسسات العلاجات جاء في ظل نقص المعلومات الوبائيه التي تبرر ادخال، يعني داك الشيء زايد ناقص. وكيقول كذلك المغرب لا يدخل ضمن خانة الدول التي تحتاج مثل هذه اللقاحات حسب منظمة الصحة العالمية. زيد كمل. والمغرب يقوم دائما باقتناء اللقاحات المعتمدة في إطار البرنامج الوطني للتلقيح عن طريق اليونيسيف. هذه نقطة ثانية دابا تكلم. أنت شفتي كاين دابا العنوان، ولكن في العنوان كاين جوج الأمور. تيقول ما محتاجينش لهذه اللقاحات، أنا شرحت لك بأننا محتاجين لهم، وتيقول بأن كان خصنا نشريهم من اليونيسيف. يا سيدي اليونيسيف ما كتبيعش لنا هذه اللقاحات، ما يمكنش تبيعهم لنا لأن المغرب ما داخلش في الخانة ديال الدول اللي يمكن تستافد من أي شراء كما كان. هذا الشيء اللي كتقول لي واش ما فراسش هادو اللي قالوا لهم في وزارة الصحة؟ يمكن ما عندهم معلومة ما عطاوهاش. الله ودي. ولا أظن المعلومة ما عندهم غير ما عطاوها زعما. انت دابا سي الرمضاني. نعم سيدي. ما محتاجش انت كاع الخبراء دابا تدخل الانترنت وغتلقى هذا الشيء. لا انا كنتعامل دابا غير بالوثائق، قال فلان وقال فلان. دابا انت قلتي ما يمكنش نشريو هذا الشيء من اليونيسيف. ما يمكنش نشريو من اليونيسيف. نزيدك دليل اخر. دابا شحال حنا فاش خرجنا من وزاره الصحه سنتين. شرات الوزاره هاد اللقاحات دابا من اليونيسيف. ما عرفتش انت غتكون عارف. لا ما شراتهمش، شراتهم من شركه من ديك الشركتين نيت. شركه من دوك الشركات. يعني زولنا الصفقه لواحد الشركه وعطينا هاد الشركه اخرى. هذا الشيء اللي وقع. هادشي صعيب عاوتاني اللي كنقول فيه. حيدنا الصفقه من هنا، وقفنا الصفقه وزولناها. دونك هذيك الشركه اللي كانت شاده الصفقه ما كملاتهاش. وتعمل واحد طلب عروض اخر والصفقه رسات على الشركه الثانيه. جات بالرخا مزيان. لا ما جاتش بالرخا. علاش؟ لان هذه الشركه اللي خضات الصفقه دابا حتى هي كانت شركات في طلب العروض اللي عملنا. ومن بعد فهمات الثمن. لا قبل ما الفهمات بعدا كانت غاليه. اذا اولا نهار درنا الصفقه كانت هذه غاليه ياك. اذا خدينا الشركه اللي عطاتنا اقل ثمن مزيان نكونوا مضبوطين، لان تنوهبوا المغاربه كاننا شرينا بثمن غلا. اذا الشركه اللي كانت رخيصه هي اللي خدينا. طبعا متفقين. هذا كلامكم مزيان. دابا دزنا خدينا من عند الشركه الاخرى ماشي حيت رخصت، حيت دابا شرينا عدد قليل من اللقاحات. نعاود نشرح لك. عاود شرح لي هذا الشيء راه في اشكال عندك. راه الشكل هذاك الشيء كيطلب الوقت، ولكن مع الاسف الناس كتجي كتعطي غير جمله واحده كتقول هذا الشيء راه كان فيه خشونه وفيه الفساد وفيه الشقاق. حنا نجيو للشقاق هذه سهله، ولكن باش تجي وتشرح وتقول للمغاربه شنو واقع ويعطيهم التفاصيل ما كيعطيهمش. هذا اللقاح بعد اولا ما غاديش نبقى نتكلم لك على اللقاح ديال الروتا فيروس لانه كان عند نفس الشركه وعاود رجع عند نفس الشركه وخداتو بثمن غلا من شحال كنا كنشريو حنا. هذه ما كتكلموش عليها ياك. ما فراسناش ماشي. هي فراسك دابا. اللقاح ديال الروتا فيروس تشرى بغلا من الثمن باش شرينا حنايا. ومشات لينا فيه دابا خسرنا فيه الدعم التقني اللي كان، يعني كانت عندنا ثمن ارخص وكان عندنا دعم تقني. دابا عندنا الثمن غلا وما بقاش عندنا دعم تقني. هذا خليه. دابا نرجع للبنوموكوك. هذا البنوموكوك واحد الشركه اللقاح ديالها كان خصك 3 ديال الجرعات باش تلقح واحد الطفل مزيان، والاخرى كان خصك 4 اللقاحات باش تلقح واحد الطفل. كتفهم معايا بانك الا بغيتي تلقح 600,000 طفل مغربي غيخصك 1,800,000 لقاح من وحده. وغيخصك 2,400,000 من الاخرى. نتوما خديتو ديال 1,800,000. لان حنا كنهمناش بشحال غنلقحوا 600,000 طفل. دابا في بعد 2012 الوزاره رخصات للشركه الاخرى باش حتى هي تولي دير غير 3 الجرعات للطفل. وبالتالي نقص الثمن ديالها ب 25%، لانه ولينا كنشريو من عندها هي غير 8,800,000 جرعه. هادشي في شكل السير. لا الا ما فهمتيش خصني نعاود نشرح لك. فهمتك ولكن انا فهمتك، ولكن بغيت نفهم حاجه اخرى.
اذا ماشي نقصنا الثمن، نقصنا عدد الجرعات اللي كنشريو من عند نفس الشركه. مزيان. ونفس الشركه اللي خدينا دابا في 2010 فاش درنا الصفقه كانت غاليه. هذه الشركه نفترض هذا الكلام كله صحيح تقنيا وعلميا وماديا وسياسيا وايديولوجيا داكشي كامل. دابا انا سياسيا غيكون واش الناس د وزاره الصحه ما فاهمينش هذا الشيء؟ دابا اللي كيسيروا وزاره الصحه على راسهم البروفيسور الحسين الوردي اللي مشهود ليه بالكفاءه المهنيه. السي الحسين الوردي مشهود له بالكفاءه المهنيه. انا ما كنناقش معك هذه النقطه هذه. انا كنقولش ما فاهمينش هذا الشيء اللي قلتي لي دابا. انا السي حسين الوردي جا في الاول تعطاتو معلومات، تعطاتو خاطئه صحيحه كيفاش تعامل معها. المهم جا قال كلام. شكون اللي عطاه هذه المعلومات؟ عطاه له الناس اللي كان تيسولهم. انا ما سولنيش، كنت سولني كون عطيته المعلومات وطلبت منه نجلس نعطيه المعلومات وما ما قال لي بلا ما ناخذ المعلومات ماشي مشكله. ومن بعد كلف الناس اخرين عطاو المعلومات. هذاك شغله. يعني في الوزاره شي حد بغى ايوا الوزاره راه دارت تفتيشيه وكلف مفتش عام ودار. لا انا بغيت نفهم السي رحال. وهذا الشيء كاع كله ما فهمتش. لا مازال حيت هادشي فهمنا ما هو تقني وفهمنا ما هو ماشي ما هو سياسي. السياسه عاد باقا دابا. انا بالنسبه لي الا فهمت شنو اللي غادي يخلي وزير يجي هو طبيب تبارك الله، بروفيسور تبارك الله، يعني غادي يكون فاهم هادشي اللي قلتي لي. انا عارف فهمت جلست معك 4 ساعات وبان لي 1800 مليون و800 الف 2 مليون و400 والملايير وداك الشيء. انا نطرح لك جوج الاسئله ويجاوبك عليها البروفيسور الوردي. قالوا لنا ما محتاجينش لهاد اللقاحات، مازالين كنشريوهم ياك. كيفاش ما محتاجينش ليهم وباقيين كنشريوهم؟ مازال كيشريوهم. واش راك البروفيسور الوردي؟ دابا ما كاينش هو في نظرك انت دابا دير لي السياسه دابا. ايوا اذا انت كتقول لي البروفيسور الوردي عطى معلومات واش هو ما كيعرفش. انا نفترض انه كيعرف وانه قال معلومات صحيحه. قال ما محتاجينش لهاد اللقاحات، باقي كيشريهم الان ياك. قال كان خصنا نشريهم من اليونيسف، مازال ما كيشريش دابا من اليونيسف. ايوا بغيتي شي حاجه اكثر من هذه؟ لا ما بغيت حاجه اخرى اكثر من هذه. شنو كتقلب؟ واش شي حد بغى فيك الخدمه؟ تيبان لي ماشي انا اللي كان خصني نكون في قابضه الاتهام اليوم. لا انت حيت نتوما اللي هضر عليكم المجلس الاعلى للحسابات، نتوما اللي كتهضر عليكم الصحافه، نتوما اللي طلبتوا اللجنه ديال تقصي الحقائق في هذه الصفقه هذه. غادي نجيو لهذه المساله ديال لجنه تقصي الحقائق. انا بغيت غير نفهم واش شي حد بغى فيكم، حيت هنا كتبان لي بحال المؤامره والله اعلم. هادشي دابا بلا ما نزيدوا في الهضره. لا قول لي ما كاينش حد باغي فينا الخدمه. ما باغيش شي حد بغى فيكم الخدمه. يلاه سيدي انا ما كنشبعش من هذا الشيء. وما تقولش لي شكون هذا الحد اللي باغي فينا الخدمه. قلت لك شكون؟ قلت لك بحال من. لا ما يمكنش نقول لك بحال من. علاش؟ ايوا شكون غادي نقول لك انا غادي نتهم شي حد بان باغي فينا الخدمه؟ هذا اللي كيهمني فيك ولا في الوزيره ولا في الحزب وفي كل شيء. هي وفي الحيط. زوينه. انا شوف انا اللي كيهمني هو انه كاينه معلومات خاطئه على المستوى القانوني وعلى مستوى شراء هذه اللقاحات. نعطي التفاصيل وكنشرح باش ننور المغاربه، لانني كنشوف ناس كتجي للبلاطوات وكتجي للراديوات وكتمشي للصحافه وكتمشي للبرلمان وكتقول كلام. هادو كلهم غالطين. انت بوحدك اللي عندك الحق سير حال. الله هادو اللي تيقولوا هذا الكلام ماشي كلشي انا عندي الحق. هادو اللي تيقولوا هذا الكلام، هادو اللي كنقول لك يقولوا قلت لي سنتين والناس كتقول كلام. كاين اللي ما عارفش كاع شنو هي صفقه اللقاحات وتيقول حنا فاسدين. كاين ما كاينش. بقيتوا ساكتين عامين والوزيره لحد الساعه ما باغاش تدوي. واش دابا احسن نتكلموا بعد ما صدر تقرير ديال هيئه دستوريه ونتكلموا على الملاحظات اللي قالت، ولا بقى واحد تيقول لك راك انت فاسد وتبقى انت تجاوبو تيقول لك ما غنثقش فيك واخا تجاوبني راك فاسد، لانه كتخدم اجنده ديالو معينه. علاش اش غتبقى تجاوب فيه؟ وزعما غالطين ما كاين حتى شي شويه ديال الفساد زعما كاع؟ ما كاين حتى شي شويه ديال الفساد. دوك الشقتين ديال نقول لك الحقيقه ديال داك الشيء كامل، حيت قالوا انك مشيتي شريتي داك الشيء. المهم دابا التهمه الساحر غنخرجوا ليها بالطيطاي ان هذا الشيء دار في اطار صفقه. خديتوا العموله ديالكم وديك العموله ديالكم يعني الحلاوه ديالكم تصرفات 2 دويرات صغيورات زويونات في باريس، وانت مول هذا الشيء مول هذا الفضيحه. تفضل سيدي. حنا ما كناخذوا عمولات وماخذين عمولات ماشي في هذه الصفقه، في جميع الصفقات ياك. انا كنت مسؤول على وزاره الصحه لمده 4 سنوات واتحمل مسؤوليتي على هذه 4 سنوات كامله ماشي في هذه الصفقه. فهمنا؟ اييه. اذا هذه القضيه اللي خديتوا عمولات هذه اللي كيقولها خصو الدليل. هذا اللي تيقول مشيت لفرنسا وخديت 2 الشقق خصو يجيب لي الدليل.
وانا ما بغيتش ندعي هذا السيد للمحكمه فاش قال لي مشيت لباريس علاش ما غاديش دعيت في راسك في الدغل؟ لا انا عير سكت عليه ديك الساعه لان كنتسنى يجي التقرير ونبداو نتكلموا، وانا بالامس ولا هاد يومين راني عطيت شنو عندي واش كنملك. وهذيك الدار اللي كيقول لي شريتيها راني قلتها لك في البدايه كيفاش شريتها ومنين شريتها، وهذه هي الممتلكات. لكن هاد الدار رشريتيها لياسمين بادو واقيلا 2 دويرات ماشي لي. كيفاش زعما انا نمشي نشري دار لياسمين بادو؟ علاش زعما نشري دار لياسمين بادو؟ ما عرفتش انا ما عرفتش. ودابا هادو كيظلموها فيك هكا. وتصور دابا انت السي الرمضاني قلت لك انت راك شريتي دار في نيويورك لشي واحد، دابا اش غدير؟ نقول لك راه ليا نمشي نشوفها. ايوا عطيوها لي انا هاد 2 ديور اللي شريت انا نمشي نشوفهم. ما شريتي والو وانا ما درت كاع الصفقات. ماشي شريت انا، قال لك مشيت سهرت عليهم وشريتهم وبعد هذا الكلام ديال خديتي عمولات وما تيقدرش الناس يقولوه مباشره، تيقول لك خدا عمولات. اللي قال خدا عمولات انا نقول لك من غدا انا غنديه للمحكمه. يقول لي شي حد خديت عمولات في اي شيء كان وانا غدا غنديه للمحكمه ويجاوب على العمولات اللي خديت. وهاد الهضره علاش كتقال الصراحه؟ دابا انا عطيتك انا اكثر من هذا تنقول علاش هاد الهضره علاش كتقال. ولكن علاش هو كاين كل واحد كيستافد منها بطريقه معينه. كاين اللي كيستافد منها لانه يمكن في العمل اللي قمنا به بوزاره الصحه ما كانش في مصلحته. كاين اللي باغي يستافد بطريقه اخرى معينه. كاين اللي باغي يستافد منها سياسيا. كاين اللي ما عجبوش انت وصافي وخاصو يقول لك بانك انت ما مزيانش. وهذه داخله في البسيكولوجيا بزاف. على هذا الشيء كامل تجمع صفقه ديال اللقاحات، تجمع الشقق ديال باريس، تجمع الصراع ديالك مع حسين الوردي، تجمع حميد شبط امين عام وكيقول لهم هذا ولا ما كاين حد. وبزاف على هاد الكره هذه. ايوا راه بزاف. ايوا شي حاجه كاينه ماشي هي هذيك تما. ايوا سول انت من جاي هذا. وكنسولك انت راه تمول الشي دابا. وانا من الصباح انا كنشرح لك وكنقول لك هذا الشيء كله خطا وهاد الناس كلهم ظلموني بعدا. واش المجلس الاعلى للحسابات واحد قال عليا شي كلام من هذا الشيء هذه سنتين ظلمني. وما قالوش غير الشقق، راه قالوا شريت انايا مزرعه في شي فيرما الله يرحم لك الوالدين. وشريت بارك سعود سيلتي الدم ولا لا؟ وشريت نمشي انا وياك وهذا اللي قال لي وريها لي فين كاينه ونسيلو الدم. وشريت شقه ب2 المليار سنتيم في سويسي. وهذا ماشي ما دعيتوش ماشي لانه صحيح، ما دعيتوش هكا لانه ما في الحقيقه ندمت ما دعيتوش. دابا الا عاود شي واحد كلام بحال هكا غندعيه. اللي عاود الكلام بحال هكا معلوم. هذا اللي كان قالها في واحد الجريده معروفه اسبوعيه وقال انني شريت شقه ب2 المليار سنتيم كاش، وهذه الدار ديالي شريتها كاش، وشريت مزرعه. يعاودها غدا في الصباح، يعاودها بعد غدا نمشي انا وياك نحطوا. حيت ياسمين بادو شحال هذه كتقول لهم ما كاينه دار في باريس. دازت ايامات قالت لهم حقا غير واحد الدويره صغيره الدويره الزمان. شوف الله يرحم لك الوالدين. انا كنقول لك شنو قال هذا السيد وكنقول لك يعاود هذا الكلام غادي يكون معايا كلام المحكمه دابا اللي دوا يرعف. ولانه بزاف عامين هذه بعد 20 سنه في الوظيفه العموميه، وبعد 4 سنوات في كتاب الدوله في الاسره، 10 سنين في المكتب الوطني للماء الصالح والشرب، 4 سنوات كمسؤول في وزاره الصحه، وعمل يعني الناس اللي قراب لنا تعرفوا كيفاش كنا كنشتغلوا. كتقول السي رحال واحد الكلمه راه مازال كطنطن ليا في الراس، خلاها هشام شبتيت. كتقول في العمل اللي درنا في وزاره الصحه ما عجبش بزاف د الناس. واش كاين شي واحد في المغرب مغربي غادي يبغي المغاربه يبقاو مراد والسبيطار ماشي هو هذاك وكذا وكذا وكذا؟ زعما يقدر يقول لك في التعليم واخا في السياسه في الايديولوجيا والوظيفه العموميه يمكن الصحه زعما ما لا يتناطح حولها عنزان. السي رحال لا يتناطح حول عنزان، هذا كلام ديال تهم المواطنين باغيين الصحه ديالهم تقدم وباغيين تزيد القدام. ولكن رجع في التاريخ ديال 4 سنوات ديالنا في وزاره الصحه وانت يبان لك شنو هي المشاكل وشنو هي الامور اللي اعترضتنا في واحد المجموعه ديال المجالات ما خلاتناش نزيدوا القدام. شو الاطباء كانوا يجيو يوقفوا عليكم من نفوسهم كيجيو يديروا الوقفات الاحتجاجيه. الصراحه تقول لي احنا دابا درنا هذه نقطه مزيان نقولها لك. الاطباء كانوا كيجيونا الطلبه ياك وقفوا واحد الوقفه شهيره قدام وزاره الصحه. باش كانوا كيطالبوا الطلبه بايش كانوا كيطالبوا معادله ما بين دكتوراه الطب والدكتوراه الوطنيه. من حقهم مزيان ما قلنا قلتوا لهم لا، ما قلنا لهم صعيب ما يمكنش. ودابا تعملات هذه المعادله ما تعملاتش. باقي شي حد كيوقف قدام الوزاره دابا؟ لا
ايوا انت بديتي يمكن بديت كنفهم ياك. كتفهم. لا ماشي كنفهم، كنستدرج فيك انا، كنديك زعما غير بشويه. شوف انا كنقول لك كاين واحد مجموعه الامور هذه كتسمى الكره الاندو. لا الا كنتي متتبع، والمتتبعين ديال قطاع الصحه خلال 4 سنوات غيلاحظوا باننا درنا مجموعه ديال الاجراءات ومجموعه الامور اللي كانت ايجابيه في صالح المغاربه. عقلتي بان كنا درنا تفتيش ديال المصحات الخاصه. كاش كيتعمل من قبل تفتيش المصحات الخاصه؟ بقى مشاكل زعما كتبوا علينا الصحه مريضه في البلاد على كل حال. الصحه مريضه ومازال مريضه. تيخصها التدبير وتيخصها التسيير، وما خصهاش الصفقه بدوك الملايين اللي قلتي. ما كانوش اولويات السر حال ذاك الوقت. وزاره الصحه خصها الصفقات. دابا الحمد لله عندنا هليكوبتر كتمشي تجيب الناس سيدي نهار شي مرة ما كتبقاش فين تولد في الجبل. انا من اقليم تادله ازيلال، يعني من جهه تادله ازيلال، وفيها اقليم ازيلال واقليم بني ملال والفقيه بن صالح. انا ما عمري ما نتلقى شي هليكوبتر زعما ديال وزاره الصحه. نشوفوها بلاغات كتوصلنا ديال وزاره الصحه فيها تدخلات. نهار دارت هاد لي زيليكوبتر، دارت 4 فين ما طلعت لي هليكوبتر كدير بلاغ مزيان. دارت لحد الان 4 البلاغات. وقيله يمكن طارت هاد الطياره 4 المرات. على كل حال انا كنتكلم لك على جهه ازيلال، وانا في الحزب منسق ديال جهه تادله ازيلال، وكنمشي ندير اجتماعات مع المناضلين. التجربه بدات، ما نشجعوهاش، ما نصفقوش ليها. انت مزيان صفقوا ليها، تكون تجربه عندها قيمه والمستفيدين منها يكونوا كثار. انت كتسولني على صفقات اللقاحات اللي ولاو يستافدوا منها المغاربه كاملين، وما كتسولني ودابا ما كتسولش. ماشي انا اللي كنسولك، انا كنقول لك راه تقرير اش قال لك. راه قال لك تقرير عدم استشاره منظمه اليونيسف لاقتناء اللقاحين الجديدين واقتناء نزيدك وي هادشي صعيب هادشي عندك. اقتناء اللقاحات تم على حساب الاعتمادات المخصصه للمؤسسات الصحيه، واعتماد اللقاحين ينطوي على اثار ماليه مهمه على الحساب المرصود لأمور خصوصية للصيدلة، حيث يشكل مبلغ الصفقات ما يناهز 86% من ميزانية جميع برامج الصحة العمومية، و90% يا سي رحال من ميزانية أدوية المستشفيات المسيرة بطريقة مستقلة. واش ديتو داك الشيء كامل كبيتوه في صفقة؟ ايوا الدول الحمر ما نلقاوش من بعد. هادشي اللي فهمت والله اعلم عاوتاني. لا مزيان. دابا راه داك شرحت لك قبيله بعد ديك 80% بان كيفاش ما صحيحاش حتى هي، كيفاش في مليار و500 مليون ديال الدرهم اللي كنشريو ديال الدواء فيه 300 مليون ديال الدرهم للقاحات ولا 80%. ما فهمتش ياك. ثانيا هذا الدواء شرينا، هذا بعد هاد اللقاحات راه حتى هي دواء. شرينا الدواء بالثمن اللي مرصود للدواء، شرينا الدواء يعني. ولكن قال لك ميزانيه بزاف، النسبه بزاف، ما تشري حتى دواء اخر. شوف اسيدي، هذه الصفقات دارت كيفاش ما شرينا دواء اخر. خصك تعرف بان خلال 4 سنوات اللي كنا في وزاره الصحه راه كاتبها التقرير دايره، ما كتقرايرش شي شويه وشي حاجه ما كتعرفش. قريتي تما قبل هذاك الشيء اللقاحات بان في بعض الصيدليات ديال المستشفيات يعني ولا الدواء موجود بواحد الكثره لدرجه ان بعض المستشفيات كانت كتطلب من الاداره المركزيه ما تبقاش ترسل الادويه. فكرتيني وشحال من ستوك ديال الدواء لقاو خاسر. وقعت في عهدكم هذه السرعه. يلا حنا نجيو للخاسر. يلا الدواء في العهد في الوقت فاش كنا كان الدواء موجود في المستشفيات بشكل كبير، ويمكن الحقبه ديال وزاره الصحه اللي كانت فيها الادويه موجوده بالمستشفيات هي هذه. سولوا المديرين ديال المستشفيات، سولوا المندوبين وقولوا لهم يعطيوكم الفرق مزيان بين التوصل ديالهم بالادويه في الفتره السابقه والفتره مثلا. وفراسك بانه شحال من مره في الاعلام تذكر بانه في المخزن الفلاني لقاو بزاف ديال الدواء بيريمي. وقعت ياك؟ لا انا هذا الشيء كنت تكلمت عليه، لانه دابا ما بقاش واحد التدبير ديال هذه الادويه. دابا المشكل حنا كنا شرينا واحد الادويه في 2011 كتهم ليباتيت ياك، الكبد الفيروسي ولا هذا المرض ديال ليباتيت. شرينا واحد الكميه لان كانت كميه مقرونه بواحد البرنامج وطني. ذاك البرنامج ما تمش التتبع ديالو، وهذيك الادويه ما تستعملاتش. يعني الادويه الا ما تستعملاتش وفات الوقت ديالها، خاصنا نبحثوا على الوقت فين تشرات والوقت فين ولات غير صالحه للاستعمال، وهذيك الساعه كيكون المسؤول عليها هو اللي كان في ديك الفتره. مزيان السرحه. بالنسبه لهذا الشيء الادويه اللي قلتي لقينا واحد المجموعه الادويه في المخزن اللي فيها
اللي فايتها الوقت ديالها. هذه بعدا حنا لاول مره في التاريخ ديال المغرب عملنا واحد الجرد ديال الادويه الموجوده في المخزن الرئيسي اللي كاين في برشيد. اييه. ولقينا فيه ادويه اللي فيه الصلاحيه ديالها اللي كترجع للسبعينات والثمانينات والتسعينات. وجمعناها وكنا كنوجدوا اننا نتخلصوا منها ولكن بطرق معقوله. وفلوس ضايعين هذوك السي رحال وتخلصوا منهم. ورجع اخويا كيفاش خصك تخلص منهم؟ ضايعين خص نتخلصوا منهم كيما نتحاسبوش. لا ولكن هذا الشيء راه قلت لك انا راجع لسنوات قديم. لا اله الا الله. المغربي يمشي للسبيطار ما يلقاش الدواء هو خاسر في برشيد. ولكن ممكن يعني واحد النسبه ديال الادويات عادي ماشي عاوتاني شي بركه كبيره. ولكن اللي نقول لك هذا تقرير ديال المجلس الاعلى للحسابات كان تدبير جيد ديال الادويه وشراء الادويه. شكون اللي شكرك العروس؟ وزاره الماليه. وزاره الماليه وياسمينه بدوك. لا هذه وزاره الماليه ما شكرتناش العروس اختها ولا خالتها. سيدي زيد سيدي. التدبير كان مزيان. كان مزيان. انا قلت لك بان ربحنا الميزانيه ديال الدوله 60 مليون ديال الدرهم. هذا السي الوردي راه ربحنا شي 120 مليار وقيله ولا ما عرفتش. انا قلت لك بان هذيك 120 مليار ولا هذيك اللي كيقولوا كيفاش جات ماشي كيفاش جات هي نقصنا في الكميه ديال اللقاحات اللي كنشريو. نقصنا في الكميه مزيان. هذا الشيء اللي شرحتي لي السي رحال كله على كل حال الراي العام هو اللي غادي يحكم عليه. هذا الهضره التقنيه. المهم هو الراي العام يفهم ماشي ديك الناس اللي هذا الكلام التقني يغلطوا الراي العام. مزيان. هذا كلام تقني مزيان. ارانا السياسه دابا اش وقع في هذه التخلويضه كامله وجينا من الاخر السي رحال. شكون باغي الخدمه في شكون ولا ميساج اللي كدوزوا مع بعضياتكم واش وقع. وجيني الله يرحم والديك دابا بقى لنا واحد 17 دقيقه يعني ما بقالناش المقابله تسالي بزاف. دابا خصنا اما تربح اما نربح. اعطينا اخويا الله يرحم والديك. الربح ديالي هو انه خدمنا في وزاره الصحه بامانه وحققنا اشياء بالنسبه للمواطن. هذا هو الربح هو اش قدمنا. اش محرك هذا الشيء دابا انا الا مشيت ديتك على كلامك. انت كلام اخر. لا ديتك على كلامك اسيدي سمعناك فهمنا ما فهمناش داك الشيء كيبقى حنا ودماغنا. ولكن الا كنتم مظلومين شكون اللي محرك هذا الشيء وعلاش محرك هذا الشيء وشكون اللي باغي فيكم الخدمه نعماس وعلاش وليتوا واحد المرحله شاباط باغي يجري على الوردي من الحكومه بسبب السي رحال. هذا انت غير اضافه تقول والله ما اضافه هي على اضافه الله يهديك السي رحال. كاينه كلام تقال كلام غير صحيح حول هذا الشيء اللي تكلمنا عليه الان ديال اللقاحات. كاين الناس اللي كيستافدوا منه حتى بطريقه يعني على المستوى السياسي لانهم كيلقاو فيه واحد الملف اللي يخدمهم انهم يقولوا كان ماشي من فراغ ماشي من فراغ تكون عندهم شي حاجه. ايوا دابا انا كنقول لك شنو هي هذه الحاجه وانا من الصباح وانا كنشرح ما كاينه حتى حاجه. ظلما وعدوانا. ظلما وعدوانا. بغاو فيك الخدمه السي رحال من دول الكتاب العامين ديال الوزارات كلهم بان لك تا هكاك حيت طويل الوقيله. ما نعرف ربما. علاش تطول من بنكيران وانا واحد تيقول لك كيفاش انت كنتي في هامش ديال واحد المدينه وليتي جيتي الرباط اسيدي وليتي مهم تصور الناس تقول هذا الشيء اش غتقول هذا وزعما ما صعيب نشدوا فيها. انت السي راه كان في الفقيه بن صلاح وبزاف الناس. لا واحد تيجي تيقول لك هذا الشيء تيقول كيفاش انت وصلتي لهذا. واحد تيقول لك شريتي الدار ديالك كاش تتقول له راه شريتها بالكريدي. شنو مالو واش عنده معايا هذا. انا اللي كنسولك. ايوا اذا انت سول راسك. انا كنقول لك هذا الشيء اللي قالوا الناس خطا. دابا بغيت تمشي معايا علاش قالوا فيا هذا الشيء وعلاش تيقولوا هذا الشيء. هذاك شغالاتهم لا يهمني انا هو نقول شنو كاين هو الحقيقه هو المغاربه يسمعوها هما كيسمعوها اليوم من عندي المستمعين. الملف يقدر يوصل للقضاء على ما قال السي رميد. وكاع الملفات ممكن توصل للقضاء. مستعد تمشي للقضاء؟ مستعد نمشي للقضاء. شنو هو المشكل؟ وتبين شنو كاين. احنا اليوم في القضاء معك. احنا القضاء قاضي ونص تبارك الله عليك. القضاء اللطيف هذا اللطيف ما الجليس ما الواقف القضاء اللطيف. رحنا واقفين. كي جاك التصريح ديال السي رميد اللي قال غادي نتعاملوا مع الملف بدون خلفيه سياسيه. اولا ما سمعتش الرميد قال غنتعاملوا مع هذا الملف. سمعت الرميد غيتعامل مع الملفات محالة إليه بطريقة محالة إليه وحددوا له الملف ديال اللقاحات. هذا حددتيه أنت أولا. إذا أنت اللي حددتيه وحدوا بعض الناس اللي كتبوه. أنا بالنسبة لي لم أسمع من الرميد
لحد الان كلام ان هذا الملف بالضبط هذا غادي يعمل فيه شي شيء معين. قال كل هالملفات سيتعامل معها بدون حساسيه سياسيه وغادي تكون قارنه البراءه الى غير ذلك. يعني هذا كلام قالوا على التقرير ديال المجلس الاعلى للحسابات، كلام معقول ديال وزير العدل، كلام معقول ايوا كلام معقول. والناس اللي في البرلمان الفريق العداله والتنميه باغيين يوصلوا هذا الشيء للبرلمان. حتى الفريق البرلماني اي فريق برلماني من حقه يطرح كل الاسئله، ولكن الفريق البرلماني اللي كيطرح اسئله وتيقول فيها مثلا هاد اللقاحات ما كناش محتاجين لهم، خاصو يطرح سؤال ايضا علاش باقيين كنشريوهم. وهذا الفريق الا طرح هاد اللقاحات كان خصها تشرى من اليونيسف، خاصو يسول علاش خلال هاد السنواتين ما تشراوش من اليونيسف، ويشرح للمغاربه علاش بانه 20,000 مغربي كتموت ماشي مهمه، ومع ان 20,000 راه هي 5 المرات حوادث السير. وعرفتي شحال كتكلف حوادث السير المغرب؟ 12 مليار ديال الدرهم. حفظ الله. حنا دابا في اللقاحات اللي كتهم قضيه فيها 20,000 ديال الوفاه ديال الطفل سنويا، وكنديروا فيها يعني الوقايه خير من العلاج، وما كنلقاوش شنو هي الاثار ديالها. لان فاش كدير التلقيح ماشي هو الدواء يعني بعد المرض، هذا تلقيح استباقي باش ذاك المرض ما يجيش او اللي يكون خفيف، وكتمنع الموت الله يستر، وكتمنع استعمال المضادات الحيويه وعاهات الى غير ذلك. يعني هذه اثار ايجابيه ديال هذه اللقاحات. اذا هاد الناس اللي كيطرحوا بحال هاد الاسئله خاصهم يمشيو بعيد في الاستنتاجات ديالهم ويوصلوا لاشياء مزيان. وانتم قلتوا نكبر هاد الصغار، قلتوا لجنه تقصي الحقائق. حنا ماشي قلنا بعد لجنه تقصي الحقائق دابا، هذه قلناها شحال هذه لجنه تقصي الحقائق حول هذا الموضوع ديال اللقاحات، حتى يتضح للراي العام وللمواطنين وللبرلمانيين لانهم معنيين، يتوضح لهم الخيط الابيض من الخيط الاسود في هذا الامر هذا. ماشي الابتزاز، ماشي من امتى كان انك تمشي دير يعني لجنه استطلاعيه او لا تقصي الحقائق في موضوع معين؟ متى كان ابتزاز؟ اللي ما عنده حتى شي مشكله ما عندهم لاش يخاف. علاش ابتزاز؟ ما فهمتش علاش ابتزاز. ما عرفتش. ما ديرش ما تخافش. ما ديرش ما تخافش. ما عرفتش. نعاود نلح لانه هو هذا الشيء والله ما دخل. لا هذا ليس ابتزاز. كاين شي حلقه مفقوده. حزب الاستقلال بعض الناس كيجيو تيقولوا فيه الفاسدين والفاسدين محميين في حزب الاستقلال والقياده ديالو فاسده، تيقولوا هذا الكلام تحملوا مسؤوليتهم. اذا فاش حزب الاستقلال باش يوضح الامور كيطلب لجنه تقصي الحقائق، هذا خص يصفق ليه الجميع، خص الناس تبادر وتسارع باش دير لجان ديال تقصي الحقائق، ماشي غير في اللقاحات او لا في الادويه او لا في اي شيء في اي وزاره، باش البرلمانيين ديالنا والشعب المغربي تكون عنده الوقائع، تكون عارف شنو واقع، باش ما نبقاوش. لان في بلادنا باش نطوروا العمل السياسي وباش المواطنين يبداو يثيقوا فينا مستقبلا، خاص اللي قال شي كلام يتحاسب عليه، واللي عنده شي دليل يجيبوه ويوضعوه، واللي ما عندوش شي دليل يسكت. انتم جيتوا قلتوا تقرير المجلس الاعلى للحسابات فيه السياسه. حزب الاستقلال طرح سؤال تيقول بالنسبه لهذه النقطه اللي كنتي قلتي ديال واش كان ضروري نشريو هذه اللقاحات ولا لا، واش كان خص حتى تكون عندنا 30,000 طفل كتموت في السنه عاد نشريو هذه اللقاحات ماشي 20,000 اللي عندنا دابا. كيظن حزب الاستقلال بان هذا سؤال كيتعلق بسياسه ديال الحكومه، بان هذا امر سياسي كتاخذ فيه الحكومه القرار. واش بغيت نحمي المواطنين ديالي الضعفاء اللي ما عندهمش امكانيه باش يديروا هذا التلقيح، مع ان كما قلت لك هذا التلقيح كاين من 2006. يعني بالنسبه لنا هذا تعميم ديال التلقيح باش يبداو يستافدوا منه ولاد الفقراء اللي ما كانوش كيستافدوا اصلا لان ما عندهمش 100,000 ريال باش يلقح ولده. والتعميم ديال هذا اللقاح باش يستافدوا منه جميع الفقراء، هذا قرار حكومي، قرار استراتيجي خصو يدار. وعندنا العدد اللي راه قلتي لي في الاول، العدد ديال الناس اللي يمكن يديروا هذه اللقاحات قليل جدا، وعطيتك العدد ديال 60,000. اذا وقع تعميم باش تكون مساواه ديال المغاربه كاملين امام شي حاجه مهمه اللي هي اللقاح ضد البنوموكوك. الناس قراو في هذا الشيء هجوم على المجلس ديال دريس جطو وحرب استباقيه، درتو رد الفعل، درتو الهجوم المضاد. اللي تيقولوا هذا الشيء
تيخلطوا الامور وتيخلطوها مع هجوم اللي سبق هذا الشيء على المندوبيه الساميه للتخطيط. عملوا واحد الهجوم على المندوبيه الساميه للتخطيط وعابوا عليهم الناس. هذا الهجوم على المندوبيه الساميه للتخطيط كمؤسسه اللي خصها تكون مستقله وتعطي الارقام ديالها باستقلاليه باش يستعملوها المعارضه والاغلبيه والمواطنين والباحثين باش يخدموا عليها، عوض ما تكون تابعه للحكومه وتعطي ارقام فقط لمصلحه الحكومه. وبالتالي استغلوا دابا الفرصه باش يقولوا راه حتى حنا درنا هذا الشيء. حيت ثم ما هجمتوا شيء، محترمين ما ورد في التقرير. طبعا محترمين، ولكن عندنا ملاحظات. نظن بان وزاره الصحه مثلا في هذا الشيء ديال اللقاحات اجابت على واحد مجموعه الاسئله اللي كانت في التقرير، ولكن فيما يتعلق باللقاحات وزاره الصحه لم تجيب على الاسئله. هذا الشيء يمكن مقصود. ومن مكر التاريخ كما قلت لك هو انه هذه الاسئله اللي وضعتها الوزاره في 2012 ووضعتها في التقرير، اليوم تيطرح سؤال علاش مازال الوزاره كتشري هذه اللقاحات. نرجع بك لديك النقطه اللي قلتيها لي قبيله. قلتي الوزاره جاوبت على كل شيء الا ما يتعلق بصفقه اللقاح. طبعا نعم. واش باغيين فيكم الخدمه عاوتاني؟ هادشي اللي كنفهم دابا انا بغبائي. دابا انت مسؤول على واحد الوزاره. لا قدر الله. لا قدر الله. باش يجيبني شي حد يحطني تما عاود. لا 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 لا. دابا فهمتي بان فاش كتحمل المسؤوليه كتولي مسائل. دابا انت فهمتي بان الا جيتي للبلاصه ديالي وليتي نخدموا معاكم ونطلعوا البريكولات معاكم نتوما بيناتكم ديروا الفيلا. ايوا حسن يعني غلط علاش ما جاوبوش على هذا الشيء في نظرك دير لي القراءه السياسيه. انا هذا هو انا الكلام ديالي اليوم. علاش كنتكلم اليوم هو على هذا علاش ما جاوبوش. تنظن انا بان في البدايه خذوا مواقف وقالوا اشياء تبين لهم يمكن من بعد بانها غير صحيحه، وما قدروش يمكن يقولوا اشياء عكس ما قالوا في الاول، وبقاو وتركوا الامور هكا غير مبهمه وغير واضحه. لان فاش كتقول في الاول هذه اللقاحات كان خصها تشرى من اليونيسف وكدوز عامين وانت باقي كتشريها من عند شركه معينه، عوض شركه تشريها من عند شركه. ما داروش شي صفقه عاوتاني ماشي هي هذيك. نفس التساؤل اللي طرحوه في الاول يمكن تطرحوا انت دابا اليوم. لا طرح انت. هما في الاول قالوا عوض اليونيسف مشاو شراو من عند شركه. اليوم عاود ثاني تنقول لك انا عوض اليونيسف شراو ثاني من عند شركه. هذا كنقرا فيه تلميح الى انه الا داروا صفقه مع جهه اخرى ياك ما فيها شي فائده. انا ما كنلمح، انا ما كنقول حتى شي حاجه. انا كنعطيك غير الواقع، انت حلل كما بغيتي. زعما نبرقم وانت فهم. حتى هاد الناس فاش جاو ما قالوش لينا راكم سرقتوا، قالوا لينا راه حنا دخلنا الشك في هذه الصفقه وكيفاش. دابا انت داخلك الشك. انا ما دخلنيش. انا عاد كنقول لك ذاك السؤال اللي طرحوا لي في الاول راه نفس السؤال يطرح الان. كدير معايا السياسه. هاد الناس باقي كيشريو نفس اللقاحات وماشي عاد نفس اللقاحات. كاين شيء مهم جدا. هاد اللقاح اللي كنا كنشريو حنا البنوموكوك تيداوي 13 ديال الفيروسات، 13 الانواع من هذا الفيروس. دابا الان الوزاره شرات غير 10 الانواع، واحد تيداوي غير 10 الانواع من هذا الفيروس. نزلنا في عدد ديال الفيروسات اللي كيداويها اللقاح. وما سمعتش هذيك اللجنه اللي كيتكلم عليها التقرير، ما سمعتهاش شي نهار دارت شي بلاغ للراي العام. وهادشي كيفاش غتعاملوا مع هذا؟ ما سمعتش هذه اللجنه قالت بانه ما كاين عندنا مشكل، اننا كنا كنلقحوا ولادنا ب 13 ودابا نبداو نلقحوهم غير ب 10، الدنيا هانيه ما كاين شي مشكل. هذه هي الخدمه ديال اللجنه، هذه اللجنه ديال التلقيح اللي وضعتها هذه الوزاره، يعني الوزاره ديال ياسمين بدو هي اللي دارت هذه اللجنه، ما كانتش. قالوا بان مسؤول في الوزاره مادام تكلمتي على اللجنه مدير الاسكان على ما اعتقد ما فراسوش هذه الصفقه، ما وقعش، ما تشاور معاه. دابا هذوك المديرين كاملين ما فراسهمش هذه الصفقه. قال لك واقيلا غا انت وياسمين بدو الله يذكرها بالخير. انا قلتها دابا كنا كنلقحوا الناس سرا، يعني فهمتي. قلت لك 2010 و2011 و2012 هاد اللقاحات كاينين في المغرب. وشكون اللي كيحدد القسم ديال التموين؟ شكون اللي كيحدد له شحال عدد اللقاحات اللي خصها تمشي لكل اقليم؟ شكون؟ مدير الاسكان. مدير الاسكان. هو درتوا داك الشيء مع بعضياتكم حطيتوا امام الامر الواقع. يلا مزيان. وسكت هو وفي اللجنه ديال هذا وسكت. دابا عاد ولا تيتكلموا. كيفاش غتعاملوا مع هذا الشيء دابا السي رحال؟ غتمشيو عند المجلس؟ ما عندكم شيء دابا ما تقولوا لي؟ مشيو عند الوزاره. غتدعيو المجلس، دعيو الوزاره، شنو غدير؟ انا مالاش غادي ندعي المجلس. انا دابا المجلس دار واحد التقرير وتيحط فيه ديال فيه دي ريكومونداسيون، يعني توصيات تيقولها كيفاش خص الامور وكذا. مثلا بعض التوصيات كيقول خاص يتشرى هذا الشيء من اليونيسف. مزيان. انا كنقول مثلا هذه التوصيه اللي كاينه ما يمكنش تطبق. لانه ما يمكنش نشريو من اليونيسف. ونأكدوا ولا تؤكد انك مستعد توقف قدام المحكمه، ما عندك مشكل. انت باغي ديرني للمحكمه ما كاين مشكله. لا ما باغيش والله، ما باغي. انا كنقول لك او بيغ ديكا خلوها مستعد نوقف في اي مكان لاجيب عن اي شيء اللي يعني فيه افاده
للرأي العام الوطني. وبريء متأكد من البراءة ديالك؟ بريء 100%. ما كاين لا جدريال من هنا لا شي صفيقه لا جدريال. كنا في البلاير ولا في جدريال. يا واحد انتم المسؤولين عندكم هذا الشيء. عطيتيني زعما انا كنطبع في جدريال. لا 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 كيفاش انا كان 3 الاسماء السي رحال باش نختموا بهم، غتكلم معاهم ماشي عليهم، معاهم. الحسين الوردي، قل لي شي حاجه. الحسين الوردي ما عندي ما نقول له، لان ما كانش عندي الوقت الكافي باش نعرفه مزيان ولا باش يعرفني ولا باش نشتغلوا جميع باش يمكن نقول له شي شيء. نقول له فقط انه كان عليه انه يجيب على واحد المجموعه ديال الاسئله اللي كانت في هذاك التقرير ديال ما جاوبش، خلى المكان خاوي. ومن بعد عاد على كل حال ياسمينة بادو. ياسمينة بادو تكلمش معها مباشره، ولكن ياسمينة بادو اظن انها سيده اللي اشتغلت بجد في القطاعات اللي تعطات لها لا في الاسره ولا في الصحه، وحركات الامور في هذه الوزارات اللي تعطاتها. مع الاسف يمكن ما تعطاهاش حقها في الاعتراف بالعمل اللي قامت به. كتشوف انها مظلومه؟ نعم كنشوف انها ظلمت كثير. محقوره؟ مش نقول محقوره، انت شوف شنو كتعني بالحقره، ولكن مظلومه. زعما محكرين عليها بزاف وهي ما دايره. محكرين عليها بزاف اكيد. محكرين عليها، الله يغفر لهم تاهم. الاسم الثالث والاخير، انتم الملائكه، انتم دابا حتى حد ما يقدر. انا ما قلت لكش ملاك يا سيدي، انا كنشرح لك وتقول لي انا ملاك. الملائكه راهم في بلاصتهم. الاسم الثالث والاخير طارق السباعي. طارق السباعي الله يهديه، انا يعني كنعرفو على حسب ما سمعت عليه، انا ما عندي بتاع علاقه، انه محامي ومحامي اللي كيفهم في القانون. وعنده تيفهم شنو هي قرينه البراءه. طارق السباعي ما كانش يتفوه باشياء اللي هو لا علم له بها وما عنده حتى شي وثائق عليها، وتيعمل هذاك الشيء فقط يمكن باش يبان ولا شي حاجه. ولا عاود قال لك داك الشيء راه عارف اش كيتسناه، سمع طارق ولكن يكون واضح في الكلام ديالو. لانه هو نهار تكلم عليا وقال مشى لفرنسا شرى الشقاق، قال بان راه حنا كنسمعوا بانه مشى لفرنسا، ما يقولش بان سمعنا كيمشي لفرنسا. يقول المكاوي مشى لفرنسا وشرى الشقاق، ويقول المكاوي شرى الدار بالكاش، ويقول المكاوي عنده فيرما، ويقول المكاوي شد عموله كذا وكذا، ويكون واضح فيها باش هذا فيه التحدي، هذا باش ياخذ الجواب من عندنا. فيش تحدي هذا زعما شي تحدي. كون سباع وكون لا انا ماشي هادشي اللي خاص يكون. ما عرفتش، خصني نجي نقول لك انت درتي كذا وكذا وكذا، ماشي نقول لك سمعت السر الرمضاني بانه راك درتي هذه. لا طيب في 30 ثانيه غتقول لي اخر افاده الى شي حاجه نسيناها في 30 ثانيه السي رحال باش نسدوا المحضر. اخر افاده هو اليوم كنتكلم على هذا التقرير ديال المجلس الاعلى للحسابات وعلى هذه الضجه اللي اثيرت لمده سنتين كما قلتوا حول اللقاحات، حول التسيير ديالنا ديال وزاره الصحه بين 2008 و 2012. اظن انه يعني كانت انجازات كثيره، كان تدبير سليم، كان عمل. مع الاسف هذا الكلام كله اللي كان تيتقال فقط غطاو وحاولوا يغطيو على واحد العمل اللي قمنا به في بين 2008 و 2012. ولكن ما يمكنش نحسبوا الشمس بالغربال كما كيقولوا، الحقيقه غتبان. والعمل اللي درناه دابا نعاود نتكلموا مع المواطنين عليه ويعرفوه ويديروا الفرق ما بين اللي تعمل قبل واللي كيتعمل اليوم. شكرا رحال المكاوي. كنغلقوا المحضر والحكم للمستمع اللي بان لكم سمعتوا فهموا اللي بغيتوا. شكرا مجدوني علامه الادريسي كريم نيتسي. رفعت الجلسه. شكرا.